السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وافضل حال يا رب ان شاء الله. طبعا انتوا شايفين النهارده عاملين ايه؟ عاملين العظمة والجمال ده، عاملين فطير مشلتت. طريقة سهلة جدا وبسيطة، هتعمليه في حاجة في وقت قياسي كده، ومن غير ما تفرديه بالنشابة. وهنشوف هنعملها ازاي مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. عندي كمية الدقيق اللي انا هنستخدمها في كلها، وشوية ملح. أنا هنا مش باحط ملح كتير، لإن أنا باحب لو هناكله في حاجة حلوة، أو هناكله مثلًا في عسل، أو هناكله في مش في جبنة، فيبقى معايا ماشي مع الاتنين. تمام. بس كده، وهنضيف شوية مية ساقعة أو عادي يعني مش هتفرق، بس أنا باحب دايمًا أفضل إن نحط مية ساقعة. وشوية مَيّة، شوية مَيّة كده ونعجن، شوية مَيّة، شوية مَيّة كده ونعجن. ليه؟ عشان الجلوتين هنا يشتغل معايا ويدّينا العرق التمام، العجينة نفسها كده تبقى ليها عرق كده وقوية كده، عاملة زي الإستك كده معاكِ في إيدِك، كأنِك كده ماسكة إستك في إيدِك كده زي البانة كده. أهم حاجة كده تكون العجينة معاكِ تمام وماسكة نفسها كده. شوية مَيّة كده ونعجن. أهم حاجة في الفطير المشلتت يا جماعة العجن. وهنقول لكم على حاجة، أنتِ لو خايفة إن العجينة كده ما تطلعش مورقة معاكِ ولا ما تنفخش معاكِ كده في الفرن وتبقى حلوة، حطي ربع معلقة بيكنج باودر. هتفرق معاكِ بصراحة، هتفرق يعني، ده بالنسبة للناس المبتدئة. تحطي ربع معلقة بيكنج باودر. لو تمام وعارفة تعجني وتمام التمام والدنيا معاكِ ما تحطيهاش. المهم عجنتِ العجينة تمام كده، تدي فيها كده كويس، تخليها معانا زي ما بصي زي القوام ده. شايفة؟ بتلزق وطرية وفي نفس الوقت ماسكة نفسها وحلوة، وليها عرق وعرقها قوي بسم الله ما شاء الله. يعني هنا ده دقيق فينو يا جماعة، وأنا بصراحة ربنا مش باحب الدقيق الفينو في الفطير أو القروص، باحب الدقيق القمح، دقيق الغلة. بصي كده اتقطعت معايا لما شديتها كده، قطعت. هوريكي دلوقتي لما ترتاح معانا هتبقى عاملة ازاي. دقيق الغلة تحفة تحفة تحفة، أحلى دقيق تقدر تعمل بيه فطير أو قروص دقيق الغلة. بصي شايفة العرق ازاي، هو اللي احنا عايزينه ده. جيب صينية كده بعد ما سيبتها ارتاحت تقريبا نص ساعة لساعة إلا ربع. العجينة احنا عملناها الأول. بعد كده هنجيب صينية معانا هندهنها شوية زيت، ندهن ايدك شوية زيت. بعد كده تقطعي كور 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 صغيرة بالحجم اللي انت تحبيه. لما نقطع الكور معانا كده، بعد كده قطعت 4 وحدات كبار، شايفينهم كده على جنب اهم. دول هنعمل بيهم طريقة تاني، دول طريقة ودول طريقة، هنعمل بيهم فطيرتين مظبوطات. طريقتين دول يعني هتخليكي تعملي فطير من الآخر، يعني حاجة حلوة كده ومظبوطة معاكي. دهنت الصينية كده سمنة، وهنا عندي ميكس زيت وسمنة وزبدة. لو مش حابة تعملي ميكس ممكن تعملي بالزيت الواحدة، بتبقى جميلة جدا، أو بالسمنة برضو بتبقى روعة. لو أي حاجة من التلاتة دي حابة تشتغلي بيها بتبقى زي الفل، بس أهم حاجة تخدميها في السمنة أو الزيت أو أي مادة دهنية أنت تشتغلي بيها. أول واحدة هنا اتقطعت معانا عادي عادي ولا يهمنا، أهم حاجة هتطلع معانا في الآخر مظبوطة. سيبك من الأولانية دي. بس نعمل التانية نفس النظام. المادة الدهنية اللي احنا هنستخدمها ولا نشتغل بيها تحطي كده، بعد كده تفردي العجينة بإيدك كده تسحبي لبره، نفس الحركة اللي أنا بعملها بالظبط. تمام. هتفرديها وترججيها كده وتحطيها فوق التانية، وتشوفي حلاوة الفطير ده. بعد كده نعمل الكمية كلها اللي معانا لحد ما يعني تكفي معاكي اللي انت الفطيرة اللي انت عايزاها حجمها ازاي. عايزاها حجمها كبير كتري في عدد الرجات في عدد الكور، حابة تكون أقل من كده ده يرجع برضو لذوقك، وانت بتحبي الفطيرة تخينة ولا رفيعة وبتحبيها ازاي. كل شوية كده نحط دراجة، بعد ما عملناهم ندهن شوية سمنة، رش شوية سمنة. نفس النظام، نفرد واحدة كده نحطها ونحط شوية سمنة. ركزي معايا في الطريقة دي، أسهل وأحلى طريقة وتطلع معاك الفطير تحفة. استحالة 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 ما يوركش منك في الطريقة دي، وهيطلع معاكي أحلى فطير جربتيها، وأحلى وأسهل طريقة تعملي بيها الفطير مشلتت. التوريقة بتاعته تحفة تحفة بجد يا جماعة. بس كده، وهنحط زي ما قلنا نفرد واحدة ونحطها فوق اخواتها ونحط شوية سمنة كده، أو الميكس اللي احنا عاملينه مع بعض زي ما شايفة معايا. نفرد التاني لحد لما نخلص الكمية اللي معايا كلها. بصراحة الفطير ده يعني بحب أموت. والسلام إلا سلام لو شوية شاي كده والفطير ده عسل. أنا مش بحب العسل الأسود فيه، ولا بحب المش، بحب في الجبنة. يا إما ساعات بعمل ميكس قشطة وعسل، يا إما سمنة بلدي وعسل نحلي. تحفة 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 تحفة. أو بصوا هنقولكم برضو على حتة مش كل الناس هتفهمها.
عارفين اللي هو المرتة دي في الآخر كده بتاعت بعد ما نعمل السمنة البلدي كده ونسليها كده، المرتة السلاية احنا بنقول عليها سلاية هنا. وسلام لو تحط عليها شوية عسل نحلي كده ومع الفطير تحفة. الضية تنتحر هنا يا جماعة. بس كده هنخلص برضه بقية الفطير. هنسيب واحدة كبيرة خالص، يعني مش كبيرة للدرجة، أكبر منهم يعني. هخليها في الآخر زي ما شايفين بالحجم ده معانا. وهنفردها كده برضو نفس النظام، بس تحاولي ترججيها، واهم حاجه ان هي ما تقطعش منك، لان دي في الاخر بتبقى معانا لازم تكون معانا مظبوطه خالص. ترججي فيها براحتك خالص كده وتديها وقتها يعني. تمام. لازم تكون اكبر منهم عشان هنشوف هنعمل ازاي فيها دي التكفيله. نشوف التكفيله بتاعت الفطيره دي والطريقه دي ازاي. نسمي الله كده ونرفعها ونحطها على بقيه اخواتها. شايفه زي ما كانك بتفرشي مفرش السرير، بتحطي المفرش ده تحت المرتبه، نفس النظام. بنجيب اللي فوق من تحت ونقفل الدنيا دي كلها ونظبطها ونخليها متدورة كده بالظبط. نحط شوية السمنة كده والزيت أو المادة الدهنية اللي احنا هنشتغل بيها على الوش، ونركنها تاخدلها ربع ساعة نص ساعة. انت يعني على حسب ما انت الوقت اللي عايزة تقدري تخليها تسيبيها فيه ازاي. سيبيها. انا هنا تقريبا سبتها ربع ساعة. نشتغل في التاني دي اللي احنا قطعنا لها 4 وحدات كبار. تمام. هنجيبيها كده برضه هترججيها قد ما تقدري ترججيها برضه. دي سهلة وبسيطة خالص برضو على الأولانية. هنحط هنا شوية سمنة في النص وتطبقيها بالشكل ده، اليمين والشمال واللي فوق واللي تحت. التانية نفس النظام، ترجيها كويس. أهم حاجة ترجيها كويس برضو، تحاولي ما تقطعهاش. طريقة سهلة وبسيطة خالص بصراحة، توفر عليك وقت. هتحطيه في النص وتحطي شوية سمنة كده، ونجيب اللي فوق ونجيب اللي تحت، تحطي شوية سمنة واللي في اليمين واللي في الشمال. ادي التالتة، دي هتكون 4 وحدات بس. ادي التالتة نفس النظام، نفس النظام برضو ترججي. تحطي سمنة، بعدين تحطي اللي احنا عملناها الأول وتقفل عليها اللي فوق، شوية سمنة تاني واللي تحت، شوية سمنة تاني واليمين والشمال. تمام. نعمل آخر وحدة ودي الرابعة. نحاول نكون برضو أكبر وحدة فيهم كده، وترججيها برضو نفس النظام. أسهل طريقتين تقدر تعملي بيهم فطير مشلتت في وقت قياسي خالص، تعملي كمية فطير رهيبة. بس كده وده كده كان ارتاحت معانا. شايفين لما ارتاحت معانا، بس لما بدوس عليها كده بإيدي وبريحها في الصينية عشان تملى معايا الصينية، مرتاحة خالص وهتفرد معاكي، مش هتشد، مش هترجع تاني مكانها، لأن هي خدت راحتها وشربت من شوية السمنة اللي احنا حطيناها لها، وهتبقى معاكي مفرودة ومعاكي زي الفل. ادي التانية برضو نفس النظام، بس بصراحة التانية مرتاحتش الأمان يعني. تعرفين أنا بكلمكم بصراحة، دي مرتاحتش وقت كتير، دي تقريبا خدت لها ايه يعني 10 دقايق كده. ما بصوا مش نفس الملمس بتاع أختها، لأن أنا كنت مستعجلة. نحط شوية سمنة كده على الوش. وبعدين الأولاد زي ما عارفين، الأولاد مش بيصبروا على الأكل، ولا جوزي برضه، هما كلهم كده، مفيش حد بيصبر عليكي. المهم سيبنا من العك ده وخلينا ايه في الفطير. نفس النظام خلصناهم كده، واهم حاجه زي ما شايفين كده الفطير تدخليه الفرن كده سخن. وادي الفطير كان طلع معانا بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، تحفه. الفطير ده يا جماعه يعني بالنسبه لي الاكله المفضله. شايفين جماله ازاي، مظبوط ومورق. هتشوف التوريقه دلوقتي مع بعض عامله ازاي، التوريقه بتاعته تحفه تحفه تحفه. ادي هنا شويه المش، عشاق المش فين زي انا بموت في الحياة المالحه. تمام. تعرفين عملت الفطير ده الساعه كام؟ الفطير ده كان تقريبا الساعه 12 بالليل. ادي كده العسل الاسود. ودي يا باشا عاد احلى اكله، تحفه جميله جدا. يعني تقدر تاكل الفطير ده بكذا طريقه. بس كده التوريقه سخن مولع نار، ما فيهاش نمسكه بصراحه. جبت سكينه كده تساعدني ان انا اعرف نقطعك معاكم.
عشان نوريكم التوريجة الحلوة وال الورق. بس كل ورقة منه لوحدها. شايفة التوريجة بتاعتها ازاي؟ شايفة الرقات بتاعتها ازاي؟ تحفة ومستوية ومظبوطة، وبصراحة ولا أحلى ولا أروع من كده. وهنقول لك على حاجة، لو انت خايفة ان الفطير ينشف منك او انت حسيت ان هو نشف منك حتة بسيطة، غطيه. يعني اول ما يطلع من الفرن كده غطيه وسيبيه. شايفة كده؟ بس بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. ادي الفطيرة اللي احنا عملناها اول وحدة، اللي هي قطعنا كرة كرة وفردناهم فوق بعض. شايفة التوريجة بتاعتها احلى ازاي 100 مرة من التانية. يعني دي طريقة ودي طريقة، واتنين حلوين، بس دي افضل واحسن 100 مرة من الاولانية. سيبكم من انا هنضحك على امي لما اكون عامله فطير زي كده وناكل الوش بتاع الفطير ونسيب لها الباقي. لا بس مش هينفع. محدش يقول لها حاجه. م- هي شايفه الفيديو بس، محدش يقول لها حاجه يا جماعه. شويه العسل بقى كده وعيش. بس عايزاكم تقولوا رايكم كده في التعليقات في الفيديو بتاع الفطير. ما تنسوش تقولي لو عجبتكم الفطير. كده هنعملكم فيديو فطير شرقي محترم. الفطاير اللي احنا بنطلبها بالشيء الفلاني برا، ومحشيه كده سجق ولحمه مفرومه وفراخ، هنعملها لكم بأبسط واسهل طريقه مع بعض. ما تنسوناش كده في نهايه الفيديو بلايك وشير وتعملون اشتراك في القناه لسه ما اشتركتيش. لو انت ما وصلتي معنا لحد هنا واول مره تشوفيني، خشي كده خدي لك لفه في القناه وان شاء الله هتعجبك. وان شاء الله نشوفكم على خير في فيديو جديد. احبائي في الله، مع السلامة.